ازيكم يا بنات؟ النهارده هنقدم تسريحه جديده، رب تعجبكم. كل اللي محتاجين نعمله ان احنا ناخد جزء من على شمال شعرنا كده، خصله صغيره، ونقسمها لثلاث اجزاء زي الضفيره العاديه بتاعتنا. نجيب اليمين في الشمال والشمال في النص، نكرر الموضوع مره تاني، يمين في الشمال والشمال في النص، ونبتدي ناخد خصله تاني من فوق كده، نضيفها للجزء اليمين، ونجيب اليمين في الشمال والشمال في النص، وناخد خصلة تاني من هنا من على اليمين برضو، ونضيفها للجزء اليمين، ونجيب اليمين في الشمال والشمال في النص. ضفيرة عادية زي اللي متعودين نعملها دايما لحد ما نوصل تقريبا يعني اول الشعر من فوق. هنعمل اخر خصلة، اليمين في الشمال والشمال في النص. بعدين هنبتدي نوقف عند الجزء ده ونروح للناحية اليمين، ناخد خصلة صغيرة كده زي دي، نضيفها للجزء اليمين بتاعنا اللي هو كنا بنضيف له من شويه بس من الناحيه الشمال. نضيف على اليمين كده، ونجيب اليمين في الشمال كده اهو، والشمال في النص. طبعا مفيش مشكله ان احنا نبقى نخليها برضو ماشيه مع الشعر كده. نسحب خصله كمان من بدايه الشعر، نضيفها للجزء اليمين، ننزل الشعر اللي من تحت ده كده، نضيف اليمين في الشمال والشمال في النص، وهنكمل على نفس النمط حوالي مثلا 4 أو 5 خصل حسب ما انتي حباه، يعني كده اهو. نضيفها للجزء اليمين، نضيف اليمين الشمال والشمال في النص، نجيب خصلة كمان. هو سيستم واحد احنا ماشيين عليه، بس اهم حاجة نركز ان احنا نكون بناخد خصل قد بعضها وبنضيفها للجزء اليمين مش لأي جزء تاني، وما نشدهاش جامد علشان يطلع شكلها كويس. كده احنا عملنا حوالي 1 2 3 4 خصل. ممكن نقف هنا، نقدر نقف هنا، وده هيكون الشكل النهائي بتاع التسريحة بتاعتنا. وممكن نكمل على نفس النمط من الناحية الشمال تاني واليمين، وده هيكون شكلها. لو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب او اشتراك في القناة. استنونا الفيديو الجاي.